من أهداف ملتقى التواصل مع الشعب الأكادير هو نشر معرفة التواصل مع جميع مكونات أسرة العدالة والمجتمع المدني، ونفتخر عندما نقوم بأنشطة وتجد حضور طلبة، أساتذة جامعيين، محامون، عدول، موثقين، مجتمع مدني. إلى حيازة المتعرض المعتبر شرعا، والتي تجعل حجة القائم غير مقبولة بمرور أمد الحيازة وعدم المنازع، كما أنه أورد القواعد الفقهية المطبقة في هذا المجال من قول الشيخ خليل في المختصر، وكذلك ما جاء في تحفة ابن عاصم باعتبار أن هذه القواعد مالها هي المطبقة فاش بالبت في التعرض. تأتي هذه الحلقة التكوينية في إطار تعميق النقاش حول مستجدات ظهير التحفيظ العقاري والحقوق العينية التي تعتبر ثورة علمية وقانونية، والتي جاءت استجابة للاستراتيجيات الكبرى من أجل الاستثمار، على اعتبار أن العقار يعتبر من الناحية القانونية يعتبر من أهم الأسس للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل عام. جاءت هذه الحلقات التكوينية من أجل التعريف بهذه النصوص، من أجل الوقوف عند آخر المستجدات وآخر ما ذهب إليه القضاء. تأتي كذلك مع الاهتمام بحماية الملكية العقارية، خصوصا مع الرسالة الملكية التي وجهها للسيد وزير العدل والحريات حول ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات تحفظية واتخاذ إجراءات كفيلة بضمان الحرية الحقوق العقارية بالنسبة لمالكها، سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج. إذن هذه الحلقات التكوينية الآن التي دأب منتدى التواصل بأكادير على القيام بها تأتي استجابة لهذه الحاجيات، وتأتي استجابة كذلك لضرورة تعميق النقاش ومشاركة جميع الفاعلين من محامين وقضاة وموثقين وعدول ومحافظين على ضرورة التفكير والخروج بتوصيات عملية وبمواكبة الاجتهادات والقرارات التي اتخذتها محكمة النقد في هذا السياق. إذا لم يقم طالب التحفيظ بأي إجراء لمتابعة المسطرة، وذلك داخلة الأجل 3 أشهر من يوم تبليغه بإنذار من المحافظ على الأملاك العقارية. الدورة التكوينية الأولى التي قرر مكتب الاتحاد أو مكتب ملتقى التواصل المحامين الشباب بأكادير عقدها بإشراف من الدكتور والأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء وبهيئة باريس دكتورنا الفضيل الأستاذ عمر أزوغار، في جلها تتمركز حول قضايا التحفيظ العقاري، الإشكالات التي تصاحبها وخصوصية هذه المسطرة، خصوصا أمام المستجدات التي أتت بها ظهير التحفيظ العقاري ومدونة الحقوق العينية. الأستاذ المؤطر تطرق اليوم وكما هي عادته إلى مجموعة من الصعوبات التي يواجهها السادة المحامون والسادة العدول والسادة الموثقون أيضا، أو جميع من هم متدخلون في هذه المسطرة، مسطرة التحفيظ. الدورة إن شاء الله ستستمر تنفيذا لبرنامج جمعية ملتقى التواصل لمحامين الشباب بأكادير، ونتمنى إن شاء الله أن تكون الاستفادة عامة لجميع المنخرطين، وأن نفتح إن شاء الله على أسرة القضاء جميعا. شكون قال هذه؟ ما كاينش نص. المحافظة باقي مرونين هنا، كل واحد اش كيقول. احنا دابا غير نعرفوا، إذا أنا مصلحتي أنا نمشي نسبق نكون طالب تحفيظ. يبقى أي حل دائما منازع فيه أمام القضاء. يقول هذا العقار ما محفظش. كيمشي يدوز المحافظ كيقول له محمد خلص عليه 200 مليون. كانت لنا اليوم كان لي الشرف انني نحضر لهذه الدوره التكوينيه اللي قدمها ملتقى المحامين شباب مدينه اكادير، واللي اطرها الاستاذ الكبير عمر أزوغار، واللي كانت في الحقيقه دوره في المستوى وطرحت مجموعه من الاشكاليات التي تخص القضايا العقاريه او قضايا التحفيظ العقاري بالمغرب. الاستفاده من هذه الدوره التكوينيه التي
قدم ملتقى التواصل المحامين شباب مدينة أكادير، وهي كانت فرصة لتبادل وجهات النظر والاستفادة أكثر في ميدان التحفيظ أو في ميدان التحفيظ العقاري بالخصوص، ولمعرفة مجموعة من المستجدات التي جاء بها دار التحفيظ العقاري، ونتمنى التوفيق لهذا الملتقى. صوت على 96 و37 لأنها تخرج من الاختصاص القضائي ذلك لتكون من والمجلس الأعلى راه عارف اش كيقول. ممكن تمشي للمحكمة الإدارية هي الأصل. إذا أثبت المتعرض بحجة قوية علاقته بملك، المحكمة اش غدير؟ ملزمة في هذه الحالة أن تناقش حجج طالب التحفيظ. تحقيق الأهداف ديال ملتقى التواصل المحامون الشاب بأكادير وتنفيذا للبرامج ديالو والأهداف ديالو التي هي التواصل بين أسرة العدالة وكذلك المجتمع المدني. نقوم بدورات تكوينية اللي هما 7 دورات التي يتولى تأثيرها الدكتور عمر زبير محامي هيئة الدار البيضاء وكذلك محامي بهيئة باريس. اليوم أول دورة تكوينية نختارها ألا وهي المنازعات العقارية من خلال العمل القضائي لدى محكمة النقد، والتي عرفت حضور وازي من جميع التخصصات. لا، من الملزم بالإثبات؟ المستحق طالب الاستحقاق والحيازة. خليو المدعي في المسار. تبت المحكمة في وجود في وجود الحق المدعى فيه من قبل المتعرض. هذه المحكمة كلها ديالها اش كدير؟ عندها البت في ماذا؟ الملف الذي يحال عليها في ماذا تمت؟ صحة التعرض بالعدل فقط. هل يمكن أن تدخل إرادة شي حد اللي ما دارش التعرض؟ إذا المحكمة ليست لها الأتمية الكاملة، بمعنى أن وظيفتها هي وظيفة حصرية. يجب أن تكون هناك مرجعيات متينة، يجب أن تكون هناك قواعد قانونية صلبة ويجب التعريف بها من أجل حل هذه الملفات وتفادي التراكمات المرتبطة بها، كل ذلك من أجل تحقيق تلك الثورة العقارية التي تشكل قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مملكتنا الحبيبة.